السلام عليكم وحلقة جديدة وحلقة حصاد الأسبوع الكروي لأبرز وأهم الأحداث الكروية اللي حصلت على مدار الأسبوع، والحقيقة الأسبوع ده شهد مباريات مثيرة جدا هنتكلم عنها في حلقة النهاردة، بداية من سقوط أرسنال المفاجئ أمام مانشستر يونايتد اللي بيقدر يكسب للمباراة الثانية على التوالي بأداء ممتاز جدا مع مايكل كاريك، وكمان سقوط ليفربول اللي بقى شيء معتاد مع أرني سلوت وأدائه الباهت اللي بيقدمه مع النادي. وكمان في المقابل بيقدر إنه يفوز مانشستر سيتي ويقلص الفارق ل4 نقاط فقط مع أرسنال. وفي الدوري الأسباني ما زال الصراع مشتعل ما بين برشلونة وريال مدريد وأحداث تانية كتير جدًا هنتكلم عنها في حلقة النهارده، بس ما تنساش قبل ما نبدأ إن أكبر دعم ممكن تقدمه ليّا إنك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول، وما تنساش برضه إن أنا مش باقدم محتوى، أنا باقدم حاجة أنا باحبها، ويالّا بينا نبدأ وتعالَ أحكي لك. طيب نبدأ كده على طول بالدوري الإنجليزي اللي شهد أحداث مثيرة الأسبوع ده، ومباريات كانت مباريات مثيرة جدًا، ويمكن أهم مباراة في الأسبوع ده كانت مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد، المباراة اللي كانت مثيرة جدًا ومباراة نارية، وقدر مانشستر يونايتد إنه يكسب، ويمكن كل الناس عارفة أهمية المباراة بالنسبة لأرسنال، عارفين طبعًا إنه فريق بينافس على لقب الدوري ومطلوب منه إن هو يكسب كل المباريات وكل الكلام ده، ويحافظ على فرق النقط ما بينه وما بين مانشستر سيتي لو هو عايز يكسب الدوري. لكن المباراة دي أنا كنت باشوف إن هي مباراة مهمة جدًا، جدًا، جدًا لمايكل كاريك. هتقول لي ليه؟ هاقول لك لإن مايكل كاريك في أول مباراة قدر إن هو يحقق المكسب على فريق زي مانشستر سيتي، وقدّم مباراة كلنا شُفنا مباراة كانت كويسة جدًا وأداء أكثر من ممتاز بصراحة. فكان مطلوب منه إن هو يأكد على مكسبه ده، ويأكد إن هي ما كانتش مجرد مباراة قدر إن هو يكسبها وحلاوة البدايات، وإن هو بقى مجرد مدرب مؤقت، فلمّا بييجي مدرب جديد الأداء بيبقى أفضل والمعنويات بتبقى أعلى، فمجرد مكسب وخلاص ويرجع مانشستر يونايتد يحقق نتايج سلبية. فكان مهم ليه إن هو يكسب ويأكد إن هو مشروع مدرب كويس، وده اللي حصل الحقيقة في مباراة النهارده. عمل مباراة أكثر من ممتازة. لو جيت لسياق المباراة هتشوف إن نادي أرسنال بدأ المباراة بضغط عالي جدًا، وكان مانشستر يونايتد واقف يعني بيلعب medium block وlow block وواقف بيلعب بشكل منظم، بشكل دفاعي منظم، وأرسنال قدر إن هو يسجل هدف في أول تقريبًا نُص ساعة. فطبيعي إن أنت بعد ما بتسجل هدف المعنويات بتبقى أعلى، المفروض إن فريق أرسنال بيبدأ المعنويات تزيد عنده، يبدأ إن هو يدوس أكتر في المباراة ويلعب بضغط أعلى، ويقدر إن هو يسجل التاني ويخلّص المباراة، لكن اللي حصل غير كده، فريق مانشستر يونايتد قدر إن هو بعد كده يحقق التعادل، ويجيب هدف عن طريق مبومو اللي صراحة بيظهر في المباريات الكبيرة، ولكن مايكل كاريك قدر إن هو يطلع من المباراة باللي هو عايزه ويمشّي المباراة يعني بشكل منظم جدًا وبشكل فيه ذكاء منه بشكل كبير. لو بصيت على سير المباراة زي ما قُلت لك، هتلاقي إن فريق مانشستر يونايتد ما كانش سايب الاستحواذ بشكل كبير لفريق أرسنال وكان بيدافع 90 دقيقة، لأ هتلاقي المباراة رايحة جاية، يعني كان أرسنال بيمسك الاستحواذ شوية ويمسك الكورة، لكن في المقابل فريق مانشستر يونايتد بيقدر إن هو يدافع بشكل منظم بشكل قوي جدًا. وفي المقابل برضه لمّا مانشستر يونايتد بيمسك الاستحواذ وبيبقى معاه الكورة وبيعمل خطورة بصراحة وبيروح على مرمى أرسنال وبيقدر إن هو يعمل خطورة. وقدر إن هو يعني بعد ما كانت النتيجة 2-2 وخلاص، قُلنا إن على الأقل لو أرسنال ما قدرش يسجّل التالت ويجيب المكسب، على الأقل إن أنت تحافظ على التعادل وتطلع بنقطة واحدة، ونقطة أحسن من ما فيش، لأ أنت بتتفاجئ إن في الآخر بيقدر كونيا يسجّل هدف بصراحة كانت يعني تسديدة رائعة بصراحة من كونيا، حطّها بشكل كويس جدًا، بشكل يعني فيه حرفنة بشكل كبير منّه. المباراة كانت مهمة لمايكل كاريك إن هو يثبت إن هو مشروع مدرب كويس. وهنا بقى ييجي السؤال المهم، هل أنت شايف كمشجع لمانشستر يونايتد، شايف إن مايكل كاريك يكمّل بالفريق؟ لإن في نقطة يمكن يعني من الحاجات المهمة في الفريق ده، إن أنت المدرب ييجي مدرب مؤقت تلاقيه بيطلّع نار من بُقّه، الفريق بيطلّع نار من بُقّه، الفريق بيكسب، بيقدّم نتايج كويسة، مجرّد بس ما يتقال إن المدرب ده بقى مدرب بشكل رسمي يبدأ بقى الدنيا إيه، يحصل لها downgrade وتلاقي النتايج مش أحسن حاجة، في تعادلات وفي خسارة وفي كل الكلام ده. يعني أنا هاقول لك مثلًا فريق مانشستر يونايتد عنده الماتش الجاي فولهام، أعتقد لو طلع النهارده قرار وقالوا إن مايكل كاريك مكمّل مع الفريق وبقى مدرب بشكل أساسي، هتلاقيهم عادي جدًا بيخسروا الماتش الجاي، بعد ما كسبوا مانشستر سيتي وكسبوا أرسنال، عادي ممكن يخسروا من فولهام، فهي دي مشكلة مانشستر يونايتد.
فهل أنت شايف إن الفريق يكمّل بالمدرب ده مايكل كاريك ويكمّل لآخر الموسم مثلًا ونشوف بعد كده النتايج فيها إيه، والّا يجيبوا مدرب كويس ومايكل كاريك ما يكمّلش المهمة ويبقى يفضل بس مدرب مؤقت؟ طيب نتكلّم في إيه تاني، نتكلّم في الأسلوب بتاع أرسنال اللي بقى يعني بيعتمد بشكل كبير على الكرات الثابتة والكرات الركنية. بُص، أنا عارف إن ده يعني مفتاح مهم جدًا بالنسبة لأرسنال إن هو ممكن يكسب منّه اللقاء، لكن ما ينفعش يبقى تقريبًا 80% من أدائك مُعتمد فقط على الكرات الثابتة والكرات الركنية. لإن كل الفرق خلاص بقت حافظة أرسنال، عارفين إن أرسنال هينزل يلعب على الكرات الثابتة وفريق خطير من الكرات الثابتة، وإن كنت بتسجل أهداف لكن ال 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 خلاص الفريق بقى محفوظ، بقى معروف إن هو من أهم مفاتيح لعب أرسنال إن هو يلعب كرات ثابتة وركنيات وفي تكنيك معين بيعملوه. فشايف إن ما ينفعش خالص إن أنت يعني تفضل معتمد بشكل كبير على الكرات الثابتة والكرات الركنية، ويبقى في تنوع شوية في الأداء. لكن الحقيقة أنا عايز أحيي مايكل كاريك وأحيي مانشستر يونايتد لأن هم عملوا أداء ممتاز، وقُلت لك زي ما قُلت لك كده بالضبط إن مايكل كاريك كان مدرب بصراحة ذكي جدًا في المباراة، وقدر إن هو يطلع من المباراة باللي هو عايزه وبالنتيجة اللي هو عايزها، ويمشّي المباراة بشكل منظم، وما يسيبش الاستحواذ 90 دقيقة لفريق أرسنال ولا هو يمسك الاستحواذ، وقدر إن هو يعني ينوّع في اللعب ما بين الدفاع المنظم وما بين إن هو يستغل السرعات والمرتدات اللي موجودة عند الفريق بتاعه. طيب المباراة التانية الحقيقة وهي مباراة ليفربول وبورنموث، وما فيش جديد، ما فيش جديد بالنسبة لليفربول، سقوط معتاد. لكن هم الحقيقة عملوا حاجة جديدة عشان ما أكونش يعني كذاب وما أكذبش عليكم، هم عملوا حاجة جديدة. الفريق بقى له 4 مباريات قبل مباراة بورنموث كان بيتعادل، 4 تعادلات، الجولة 19 وال20 وال21 وال22. الحقيقة إن جه الجولة دي وعمل بقى الجديد وهو إنه خسر، آه والله خسر، فعمل حاجة جديدة بصراحة يعني، اللي هو الراجل كتّر خيره، زهقوا من التعادلات فقال لك نعمل حاجة جديدة، إيه الحاجة الجديدة؟ يالّا نخسر بقى، ما هو يا بنتعادل يا بنخسر، لكن ما فيش حاجة اسمها مكسب عند أرن سلوت. الحقيقة الراجل ده أنا شايف إن هو كفاية عليه كده، وبرضه ده سؤال لمشجعي ليفربول، هل أنت شايف إن خلاص يعني جه الوقت إنك تغيّر المدرب؟ الراجل ده مش هيقدّم جديد، والّا الراجل لأ نصبر عليه والّا يعني أنت شايف الدنيا إزاي؟ لإن أنا مثلًا هاقول لك على حاجة أنا مقتنع بيها في الكورة، لو جيت شُفت فريق شوف طبعًا الموسم اللي فات ليفربول كان مقدّم أداء إيه وخد الدوري واللعيبة كانت ممتازة وصلاح وفان دايك وكل الكلام ده، لمّا بتيجي تلاقي فريق بيلعب بشكل كويس جدًا ومرّة واحدة بتلاقيه نزل في الأداء تعالَ بُص بقى على الفريق، لو لقيت لاعب أو 2 هم بس اللي وحشين وباقي الفريق كويس وباقي الفريق تمام والدنيا ماشية تمام، فاعرف إن في مشكلة في اللاعبين دول، اللاعب أو الاتنين دول هم اللي عندهم مشكلة. لكن لمّا تلاقي حوالي 6 والّا 7 من الفريق مش كويسين، فاعرف المشكلة في المدرب، والكلام ده على فكرة مش أنا اللي قُلته، ده كان كلام السير أليكس فيرجسون، قال لك لو لقيت أكتر من 5 لعيبة أو 6 لعيبة في الفريق مش كويسين، فاعرف إن المشكلة في المدرب مش في اللعيبة، يعني أنت لو جيت بصيت مثلًا على فان دايك، هل ده فان دايك وده أداء فان دايك؟ فان دايك كان متسبب تقريبًا في ال3 أهداف اللي اتسجلوا في ليفربول في مباراة بورنموث. طيب هل ده كوناتي؟ أكيد برضه أداؤه سيء جدًا، مش هو ده أداء كوناتي. نفس الكلام بالنسبة لصلاح، صلاح الحقيقة أنا عندي علامة استفهام كبيرة عليه. بُص، أنا شُفت لعيبة كتير ممكن تبقى في الpeak بتاعها وممكن بعد كده تلاقيهم نزلوا في الأداء، لكن ما بينزلوش في الأداء بالسوء ده. يعني صلاح لا بقى بيعرف يجري ولا بقى عنده سرعات ولا بقى عنده finish ولا بيعرف يرقص واحد على واحد، أداؤه بقى سيء جدًا، ده تقريبًا أسوأ أداء لصلاح من ساعة ما بدأ كورة. وهنا في نقطة غريبة، لإن أنا مش مقتنع إن ده مشكلة مدرب بس، وأعتقد إن ممكن يكون في حالة نفسية، أعتقد إن في حاجة أكبر من كده، لإن بصراحة أداء صلاح يعني عليه علامة استفهام كتير جدًا، جدًا، جدًا. يعني أداء صلاح الموسم ده بقى فيه أنانية كتير، وتحس إن هو بقى عايز يثبت نفسه إن هو لأ، أنا لاعب كبير، طب يا جماعة ما إحنا عارفين إن صلاح لاعب كبير. هل صلاح محتاج يثبت نفسه؟ فالموضوع بقى أكبر من إن هو أداؤه سيء، لأ ده الموضوع بقى يعني سيء جدًا، 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 مش أداء لاعب بقى كان في القمة الموسم اللي فات وجايب لقب الدوري للفريق، ومرّة واحدة تلاقي صلاح مش موجود نهائي، صلاح بقى يعني مش عايز أقول إن هو عالة على الفريق، لإن بصراحة أداء محيّر جدًا من صلاح، أداء غريب جدًا من صلاح، ويعني
أنا ما أعرفش مشكلة صلاح، هل في مشكلة نفسية والّا هل هو المدرب؟ هل لو أرن سلوت مشي هتلاقي صلاح بيرجع تاني يتألق ويسجل وكل الكلام ده ويعمل أسيستات وكل الكلام ده، والّا هي المشكلة في صلاح نفسه؟ لإن إحنا خلّينا متفقين كده مشكلة ليفربول مش في محمد صلاح، مشكلة ليفربول في أرن سلوت. الراجل ده مش هيقدّم حاجة جديدة مع النادي، وهو تكتيكه غريب جدًا. يعني عايز أقول لك إن التكتيك بتاعه في ماتش بورنموث كان بيلعب بتكتيك غريب، كان بيلعب خطة 4-2-2-2 حاجة جديدة أنا ما شُفتهاش قبل كده. فخلّينا نعترف إن مشكلة ليفربول في أرن سلوت، لكن في نفس الوقت صلاح أداؤه سيء جدًا، أداؤه سيء جدًا وعليه علامات استفهام كتير جدًا، ومحتاج إن هو يراجع نفسه ويشوف هو فين المشكلة، يشوف المشكلة فين ويحاول يعالجها. لكن طبعًا ما فيش جديد يعني بالنسبة لليفربول، هيفضل بنفس السوء وبنفس الأداء الباهت طول ما أرن سلوت موجود في إدارة نادي الفريق ده. طيب ندخل بقى بعد كده على مباراة مانشستر سيتي، اللي الحقيقة بيفوز فوز مهم جدًا، جدًا، جدًا. بيقدر إن هو يقلّص الفارق ل4 نقاط فقط مع فريق زي فريق أرسنال على صراع لقب الدوري الإنجليزي. الفوز كان مهم، والحقيقة عمر مرموش تألق بشكل كبير في المباراة، قدر إن هو يحقق يعني قدر يسجل هدف، وكمان سيمينيو الصفقة الجديدة قدرت إن هو يسجل هدف في أول مباراة ليه في الدوري. لكن أنا هاقول لك على حاجة، برغم إن مانشستر سيتي قدر إن هو يكسب، وبرغم إن هم جابوا صفقات زي مارك جيهي وجاب سيمينيو وكل الكلام ده، لكن أنا حاسس إن لسه في مشاكل في مانشستر سيتي، والمشاكل دي بتتمثل في بيب جوارديولا. أنا حاسس إنه أفضل قرار فعلًا ياخده بيب جوارديولا إن هو يمشي آخر الموسم وكفاية عليه كده في مانشستر سيتي، لإني حاسس إنه مش هيقدم برضه جديد، مش هيعمل حاجة، وحاسس إن هو هيخسر نقاط في المباريات اللي جاية، عنده مباريات صعبة، وحاسس إن هو ممكن يتعادل ويخسر مباريات عادي ويخسر نقاط. آآ أعتقد في مشاكل كتير برغم المكسب، ويمكن حتى ده حصل وظهر في مباراة دوري أبطال أوروبا اللي هم خسروا فيها من بودو جليمت، فريق أساسًا ما كسبش ولا مباراة، أول مباراة يكسبها كسب مانشستر سيتي. فأعتقد إن الفريق فيه مشاكل كتير جدًا، ولكن السؤال بقى هنا واللي باسأله لك وجاوبني عليه في الكومنتات، هل أنت شايف إن مانشستر سيتي هيقدر ينافس على لقب الدوري وفي أمل وممكن ياخد اللقب من أرسنال؟ وأنت عارف السيناريو واللي تقريبًا نفس السيناريوهات اللي كانت بتحصل المواسم اللي فاتت، بتلاقي أرسنال بينافس على الدوري، بتلاقي أرسنال بقى كويس وبيفضل ماشي لحد تقريبًا آخر الدوري، وبعد كده ما بتفهمش إيه اللي بيحصل، اللعيبة تحس إن هي لعيبة أرسنال ما بتبقاش مصدّقة، ما بيبقاش عندها الأمل كفاية، تحس إن هو إيه ده إحنا هناخد الدوري، لأ مش معقول، تعالَ نخسر بقى، إحنا مش متعودين على كده، مش متعودين على الإنجازات والبطولات وكل الكلام ده. فهل أنت شايف الدوري السنة دي لمين؟ لأرسنال وهيفضل مكمّل وهيحافظ على فرق النقط ده وفرق النقط ما بينه وما بين السيتي ويقدر إن هو يحافظ على فرق النقط ويكسب الدوري، والّا أنت شايف مانشستر سيتي هتعملها السنة دي وحقيقة هيبقى سيناريو يعني الله يكون في عون أي مشجع بيشجع أرسنال لو ده حصل وأرسنال خسر الدوري، لإن بصراحة أنا شايف كده أرتيتا هيبقى كفاية عليه، وممكن بقى لو خسر الدوري يسيبه من التدريب ويفتح له بقى محل قصب هنا في السيدة والّا في أي حتة، ويسيبه من مجال التدريب ده خالص لإن هيبقى مش قارب بصراحة يعني. هل أنت شايف الموضوع ماشي إزاي؟ وقُل لي كده في الكومنتات وقُل لي رأيك، وشايف الدوري السنة دي هيبقى لصالح مين؟ طيب نخش على الدوري الأسباني، الأول كده ريال مدريد بيقدر إن هو يكسب فياريال، بيكسب 2-0 طبعًا مباراة مهمة، ولسه فرق النقاط هو نقطة واحدة لصالح برشلونة، فكانت مباراة مهمة إن هو يفضل محافظ على فرق النقط ده، وعلى أمل إن برشلونة بقى تخسر مباراة والّا هتتعادل والّا كل الكلام ده، وبعد كده ريال مدريد يشوف بقى هو هيعمل إيه. لكن أنا عايز أقول لك حاجة، أنا شايف إن أربيلوّا لسه ما أقنعنيش، يعني مش مدرب مقنع بالنسبة لي، وشايف إن هو ما يكمّلش مع النادي، يعني هو يفضل مدرب مؤقت لحد ما يشوفوا بقى هيجيبوا مين، هيتعاقدوا مع مين بقى يورجن كلوب أيًا كان المدرب، لكن أنا شايف إن هو مش مقنع بالنسبة لي، أنا شايف إن في توفيق بشكل كبير، الماتشين فيهم توفيق بشكل كبير من جانب أربيلوّا، في توفيق وفي حظ، مش مقنع بالنسبة لي أوي، مش شايف إن هو يكمّل، لو كمّل بصراحة أعتقد ريال مدريد هيُقع في ماتشات جاية، هيُقع بشكل كبير.
في حين برشلونة قدر إن هو يحقق مكسب، ولسه الحقيقة هانز فليك يعني مقدم متعة بصراحة مع فريق برشلونة، وبيكسب 3 في ليلة تألق فيها لامين يامال اللي هو بقى شيء معتاد يعني، ورافينيا وكل الكلام ده. فأنت شايف اللقب السنة دي هيبقى عامل إزاي؟ أنا شايف اللقب يمكن هيفضل لحد آخر جولة، مش هتعرف مين اللي هيكسب اللقب. هيبقى الموضوع صعب، هيفضل الصراع ما بينهم وما بين برشلونة وما بين ريال مدريد لآخر جولة. أعتقد إن الصراع السنة دي صعب جدًا، 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 والله يكون في عون المدربين بصراحة. هانز فليك وأربيلا لو هيكمّل أو هيمشي. ده دوري مشتعل الدوري السنة دي، واللي هيكسب الدوري هيبقى دوري مختلف عن كل الدوريات اللي فاتت الحقيقة. بس يعني ده كان ملخص كده سريع للأحداث اللي حصلت الأسبوع ده. أحداث مثيرة حصلت كتير. الدوري الإنجليزي اللي بقى مشتعل، والدوري الأسباني وحاجات كتيرة حصلت، يعني قدرنا إيه إن إحنا كده نتكلم فيها أنا وأنتم مع بعض. بس فقُل لي كده رأيك في الحلقة، لو الحلقة عجبتك قُل لي، لو في أي ملاحظة في أي حاجة برضه عرّفني. وما تنساش لو أنت وصلت لحد هنا إن أكبر دعم ممكن تقدّمه ليّا إنك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وما تنساش برضه إن أنا مش باقدّم محتوى، أنا باتكلم في حاجة باحبها. فلو في تقصير منّي أو حاجة ما عجبتكش فسامحني عليها، وإن شاء الله مع الوقت إن أنا أقدر أتطوّر وأقدر أقدّم حاجة تفيدك بإذن الله، وأكون باقدّم حاجة يعني تسعدكم وتفرّحكم. وبس كده، وإن شاء الله هيكون في حلقة عن دوري الأبطال وهنتكلم فيها عن دوري الأبطال. وشكرًا جدًا ليكم وشكرًا لدعمكم.